هل قتل المغني التونسي إيمينو في داعش؟ حسب موقع الحصر قد تم نشر موضوع حول موت الفنان الموسيقي مروان الدويري والمعروف باسم الشهرة إيمينو، والموضوع هو كالتالي: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك من الجهة المقربة من تنظيم داعش خبر مقتل مغني الراب التونسي مروان الدويري المسمى أيمينو، ولم تذكر المواقع المقربة من داعش مكان مقتل الفنان الراب المثير للجدل منذ أن اعتنق الفكر المتشدد بعد سنوات في الميدان الفني. من جهة أخرى، لم يذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أي تفاصيل عن مقتل المغني التونسي، بما يؤكد أن الخبر يبقى غير مؤكدا إلى حد كتابة الأسطر. ومن جهة ثالثة، بعض الأخبار الأخرى تدلي بأن هذا الأخير قد لقي حتفه في انفجار في مدينة حلب السورية، غير أن في الصفحة الفيسبوك الخاصة بمروان والتي اسمها أيمينو، يقول الكاتب أن نسبة صحة الخبر هي 95%، مما يخلق تضارب في الأقوال وعدم وجود مصدر وثيق للخبر. ليلة البارحة 28 نوفمبر 2016 تم تنزيل أغنية قديمة على قناة يوتيوب أيمينو الشخصية، وشخصيا أعتقد أنه الوحيد القادر على دخول قناته، فلهذا من الناحية الشخصية أعتقد أن الخبر هو فقط إشاعة، ربما لتحقيق دخل صحفي أو في انتظار السلطات لرد من هذا الشاب ومنه معرفة مكانه، ولكن لا شيء يؤكد وفاة هذا الفنان ولا حتى دخوله الداعش بصفة مؤكدة، غير تلك العبارات التي تبوأ بها في أغانيه وبعض الفيديوهات التي قام بنشرها.